السلطان الخليفة محمد المحمد الكسنزان الحسيني، الذي يرجع نسبه إلى السيد إسماعيل المحدث بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، حيث كان السلطان محمد الكسنزان له الفضل الكبير في إحياء الطريقة الكسنزانية وتثبيت أركانها وتطويرها وانتشارها، عنده جلوسه على سجادة المشيخة، وقام بنقل مركز الطريقة إلى بغداد، واستطاع أن يؤسس في ثمانينات القرن الماضي مدرسة الكسنزان للتصوف لتربية المريدين وبإشراف نخبة من العلماء وبمختلف العلوم والمعارف. وخرجت الآلاف من المرشدين، وتم إعداد نخبة منهم وإرسالهم إلى مدن العراق المختلفة، وتم فتح الزوايا والتكايا الكسنزانية، كما تم إرسال آخرين خارج العراق وبلدان العالم المختلفة، فانتشرت التكايا والزوايا الكسنزانية في 96 دولة، وبذلك استطاع أن يحقق أعظم نهضة روحية إصلاحية في التاريخ المعاصر، وكذلك استطاع أن يؤسس منهجا إسلاميا روحيا يجمع بين الأصالة والحداثة، أساسه الالتزام بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، والتمسك بالعترة المطهرة، والابتعاد عن كل الخلافات الفقهية والمذهبية، والعمل على منهج الاعتدال والوسطية في فهم حقائق الدين، ونبذ كل أشكال التكفير والتعصب المقيت. وعند أن انتقال السلطان الخليفة محمد المحمد الكسنزان الحسيني إلى عالم النور برفقة النور، ليتسلم السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان القادري الحسيني رئاسة الطريقة العليا القادرية الكسنزانية في العالم، فتوافد إليه إلى مدينة السليمانية الآلاف من أبناء الكسنزان من داخل العراق وخارجه، معلنين بيعتهم وولائهم وتجديد العهد والوفاء لشيخهم.